السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن حاجتين بصراحة. أول فيديو هنتكلم فيه عن المشاكل اللي بتواجه القناة وكده، وفي آخر الفيديو هنتكلم عن الوقت الفاضي وإزاي تستغله وكده. بالنسبة للمشاكل اللي بتواجه القناة، أنا هعمل الفيديو ده كل فترة هرجع فيه أو جزء من الفيديو هراجع فيه مشاكل اللي بتواجهنا، بحيث إن أنا أطور من الموضوع ده ما أكونش عند خط معين وأفضل ثابت عنده. من المشاكل اللي قريتها في الكومنتس اللي انتوا كتبتوها إن الصوت مش أحسن حاجة. أول حاجة، تاني حاجة الجودة تمام. الجودة كانت مشكلة قديمة بس حليتها دلوقتي، هي مش أحسن حاجة دلوقتي بس أحسن من اللي فاتت. تالت مشكلة، كان في واحدة كاتبة اكتب بالراحة علشان مش بعرف اقرا او مش عارف حاجة زي كده يعني. بس فانا مكنتش فاهم، بس لما يعني ركزت في الموضوع هي كانت قصدها على الشوتات اللي انا بحطها في الموضوع او الكتابة اللي بعملها. بعمل الفريم بتاعها سريع جدا فمبتلحقش تقراه، بس ده انا بقصد اعمله، مش عامله اللي هو جهل، بس انا بقصد اعمله بحيث ان انا احط حاجات كتير في الفيديو. بس تمام ماشي، يعني هحاول ابطئ الكلمات دي اخليها يعني تتقري بسرعة يعني او تعرف تقراها يعني. وكان في حد برضو قايل ان خلي مدة الفيديو طويلة وكده، بس ده انا مش عايز اجازف بيه دلوقتي علشان انا عندي الاحصائيات. يعني انت في شخص او شخصين سمعوا الفيديو للاخر، بس انا عندي الاحصائيات بتقول لا، الفيديو ما تسمعش غير مثلا المتوسط بتاعه لحد مثلا 5 دقايق من الفيديو نصه. فانا عارف ان دلوقتي لسه مش هيبقى فيه الحاجه اللي تخليك تكمل الفيديو للاخر، فما اجيش انا جازف بقى واعمل فيديو 30 دقيقه ولا حاجه ويتضرب كله، واكون بضر اللي حواليا وبضر القناه. وغير كده النص ساعه دلوقتي انا مفيش حاجه اتكلم فيها في النص ساعه دي، فاهمني؟ غير ان هو هيبقى وقت كبير جدا على المشاهد. ممكن اعمل ده بعدين بس دلوقتي مش في دماغي قوي الصراحه. حد قال لي قول الكلمة مرتين ووصفها في الفيديو. أنا كنت اوريدي بعمل ده بس بعمله بشكل غلط شوية، فحاولت أتعلم طرق تانية يعني بحيث أعدل الموضوع ده. خلاص خلصنا من أول جزء من المشاكل اللي بتواجهنا، نخش في السريع على الجزء التاني بقى. احنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الوقت الفاضي وازاي بيقابلك في الحياة انك انت تتعامل معاه وكده يعني وقد ايه هو مهم جدا. وقت فراغك ده انت لازم تستغله بكل الطرق. يعني ايه دلوقتي؟ صلي على النبي. انت دلوقتي خلصت شغلك، خلصت دراستك، خلصت ايا كان المهمة الاساسية بتاعتك، واتبقى معاك جزء كبير من يومك او جزء صغير من يومك ايا كان الجزء عامل ازاي. مهم جدا تعرف ان الجزء من يومك ده لو انت استغلته بشكل صح هيبني لك جزء كبير جدا هيبقى فارغ بعدين. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله؟ يعني انت لو شغلت نفسك في النص ساعة او الساعة الفاضية من يومك دلوقتي، انت هيبقالك قدام يوم كامل فاضي. هتقولي مفيش حاجة اسمها راحة، مفيش حاجة اسمها انا اتعب دلوقتي عشان ارتاح بعدين. معاك، بس تتعب دلوقتي علشان تتعب قليل بعدين، علشان ما تتعبش قوي بعدين. مش هقولك راحة بعدين. يعني اليوم اللي هيبقى فاضي اللي انا قلته لك هيبقى قدام ده. يعني انت لو تعبت ساعة دلوقتي وريحت قدام يوم، اليوم ده مش هتبقى مريحه كامل. يعني انت ممكن يبقى شغلك من البيت، ممكن يبقى شغلك اونلاين، ممكن يبقى شغلك قرارات انت بتكتبها بتمضي بس اوراق، فاهم؟ فهو ده معنى الراحة بالنسبة لي، انك انت يبقى الشغل متغير شكله مش اكتر. بدل ما تبقى مطحون طول النهار وتيجي اخر النهار تذاكر وتتعب، وبعد المذاكرة تقعد تعمل الهواية بتاعتك ايا كانت ايه هي، المهم بتسد فراغك بيها. فبدل ده كله انت بتعمل ايه؟ انت بقى قدامك انك انت يومك كله متفرغ حوالين المشروع اللي نجحت فيه ده، علشان انت اشتغلت فيه في وقت فراغ. طب والله انا مفيش في دماغي مشروع، هعمل ايه في وقت فراغي؟ عندك 100 اوبشن تعمله في وقت فراغك. زي مثلا انك انت لو عندك هواية او عندك مهارة او عندك رياضة بتحبها، مارسها في الوقت ده. المهم ما تسيبش نفسك خالص في الوقت الفاضي ده، استغله بأي طريقة. الوقت كل ما هيفوتك وكل ما هياكلك في العمر ده بالذات، انت مش هتلاقي نفسك صدقني. كل لحظة هتلوم على نفسك فيها. يعني انا اتكلمت في الموضوع ده في اكتر من فيديو كده، بس انا معامل الفيديو ده مخصوص عشانه لان الموضوع مهم جدا، وبصراحة مش حابب اتكلم فيه بعدين تاني. ممكن اتكلم عليه قدام قوي يعني بعيد شوية، بس دلوقتي مش هتكلم عليه تاني. يعني انت فاهم.
وقت انت بالنسبة لك هو مجرد يعني ايه يا عم، خلينا نقضي الساعتين دول على خير ونتكلوا على الله. هتتكلوا على الله بس هنروحوا فين؟ ما هو انت قضيت الساعتين بتاعتك، انبسطت دلوقتي حلو، عملت كل اللي نفسك فيه، كل اللي نفسك فيه من ناحية. انت لو كنت مثلا هتسهر مع صحابك سهرت، لو كنت هتنزل تعمل حاجة في دماغك هتسهر في مكان معين. يا عم مش هتعمل ده كله، قعدت ومسكت التليفون تتصفح مواقع السوشيال ميديا، الكلام ده كله فاهم؟ ضيعت وقتك بطريقة ما المهمة ما استفدتش بيه. مش بقولك يعني لازم أن تبقى حاجة حرام، ممكن تبقى حاجة عادية بس انت ضيعت وقتك فيه. طب ايه بقى اللي عاد عليك انت فيه؟ اللي عاد عليك انك انت ضيعت ساعة من عمرك، أو خلينا نقول ساعة، هي بتبقى أكتر من ساعة بس خلينا نقول ساعة. ضيعت ساعة من عمرك. حلو، الساعة دي لو بصيت لها في العادي يعني في الخصوص هتلاقي عادية ساعة، يعني ايه يعني يا مصطفى ساعة؟ لكن لو بصيت بشكل كامل، ساعة في اليوم يعني 7 ساعات في الأسبوع، يعني 28 ساعة في الشهر. 28 ساعة دي هنقول 24 ساعة بس، فاهم؟ فهيبقوا يوم يعتبر في الأسبوع أنت بتضيعه، فاليوم في الشهر قصدي بتضيعه. فأنت اضرب اليوم ده في ال 12 شهر بتوع السنة، معاك 12 يوم في السنة أنت بتضيعهم، 12 يوم كاملين. وانا قدك، انا كنت بصحى كل يوم الساعه 4 الفجر. عارف كنت بعمل ايه؟ كنت بنزل اجري ورا الكلاب في الشارع. بالله في سن شبابك ده انت الوقت وكل لحظة فيه مهمة، حاول تستغله على قد ما تقدر، حاول تعمل فيه اي حاجة مهمة. يعني لو هتنزل تتكلم مع اهلك، المهم ما تسيبش نفسك للتليفون، ما تسيبش نفسك لمواقع السوشيال ميديا، ما تسيبش نفسك للمواقع عامة، ما تسيبش نفسك انك انت تنزل في الشارع تقعد مع زمايلك تسهر وبتاع وتجر في رذيلة او تجر ان انت تجيب سيرة حد. ما تسيبش نفسك لأي حاجة ملهاش لازمة. مش لازم تبقى مضرة بس ما تكونش ليها لازمة ولا هتفيدك في حاجة. حاول تستغل وقت فراغك في ده، بس كده. ده ملخص سريع، اكيد في حاجات تانية كتير قوي كنت عايز اتكلم عنها بس مش حاضرة بصراحة دلوقتي في دماغي. بس ده اللي قدرت اتكلم فيه النهاردة بس اتمنى ما كنتش طولت عليكم، رب تنجحوا والسلام عليكم. ناس تانية مثلا يقولوا لك ايه عيب ده راجل قد ابوك. انا فعلا صح، ده السبب الوحيد اللي هيخليني ما اضربش الراجل الكبير، يعني ان هو راجل قد ابويا. يعني انا ابويا قال لي ما تضربش اي حد عنده 55 سنه، اي حد عنده 56 سنه مضربه بالشلاليت في الشارع 56. انما انت عشان 55 سنه بس انت فلت. انت عشان انت كام سنه يا حاج؟ انت 55 ولا 56؟